لاحظت ان الناس اللي عندها وسواس قهري وما لجأتش للعلاج بتدخل علينا ما بتقولش ان عندها وسواس قهري، هي بتدخل تقول ان ما عندهاش ثقه في نفسها وحاسه ان هي ما بتقدرش تنجز. ويمكن يدخل عليا ويقول لي انا ما بقدرش اعمل حاجه وحاسس ان انا فاشل في حياتي. الجمله من بره كده تدي انطباع انه ما عندوش ثقه في نفسه، وتدي انطباع ان هو احساس بالفشل وانه خايب وانه مش نافع وانه. بس لما بنيجي ناخد تاريخ كده وندردش مع العيان نكتشف ان هو ما بيعملش حاجه عشان خاطر هو كل حاجه بيعملها بيشك فيها ويشكشك فيها ويدوت فيها ويدوتو فيها. وانا قلت كده ولا قلت كده؟ هو انا اعمل كده ولا اعمل كده؟ هو ده الصح ولا ده الصح؟ بني ادم لما بيقعد كتير في هذه الافكار في ذهنه بيبتدي يستشعر ان هو غير قادر على اتخاذ اي قرار، وده بعد شويه بيأثر على ثقته في نفسه، فيحس ان هو ما ينفعش يعمل او مش نافع يعمل او ما بيعرفش يعمل. هناك شعره رفيعه ما بين فقدان الثقه بالنفس كسبب او كاساس، وما بين ان فقدان الثقه بالنفس جاي من الوسواس اللي طول الوقت بينهكني فكريا وبيتعبني فكريا، فابتدي اقول انا مش عايز اخد قرار، انا مش قادر اخد قرار. بالنسبه للي بيبصوا عليه من بره شايفين ان هو شخص سلبي، شخص ملوش في اي حاجه، شخص ملوش راي، شخص عديم الثقه في نفسه. بعد شويه هو مرهق من الوسوسه فابتدى فعلا ما يعملش حاجه، فابتدى يبقى مصدق اللي هما بيقولوه. فالدايره دي كلها الدكتور هو اللي بيقدر يحدد هي البيضه ولا الفرخه، عشان لازم ضروري اعرف هو ده شخص ما ترباش على انه ياخذ قرار وبناء عليه هو حاسس بعدم الثقه في نفسه فده سكه، ولا هو عنده وسواس والوسواس هو اللي ادى لظهور هذه الظاهره الاجتماعيه فابتدي اشتغل عليه.